السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا من كل مكان. ازيكم؟ النهاردة عملنا الليمون السريع، المخلل السريع الجامد جدا ده. ادعمونا بقى بلايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. بصوا جميل ازاي يتاكل كده من غير اي حاجة جنبه، حاجة كده عظمة. يلا بينا نشوف عملناه ازاي. جبت كيلو ونص ليمون، قطعته بالشكل ده، فتحته كده اهو بالشكل ده. تمام. ربع كيلو جزر مبشور، عصفر على حبة البركة، طبعا العصفر بيكون اكتر. ودي هريسة الشطة اللي عملتها معاكم، هناخد منها معلقتين. دول 4 معالق ملح، ودول ربع كوباية زيت. تمام. بالنسبة للملح حسب ما الليمون قاعد عندك، يعني لو لسه جديد بتاخدي 3 معالق بس. مية مغلية بقى على النار، هنزل فيها بالليمون بتاعي. مجرد ما يفتح معايا هشيله، مش هنسلقه يا جماعة، هنشيله مجرد ما يفتح معايا. انا ليه بحطه في المية يغلي؟ ليه؟ علشان اشيل نسبة المرارة اللي بتبقى في الليمون. انا مش عايزاه ممرر، هنشيل نسبة المرارة اللي فيه. تمام. هسيبه 5 دقايق وهطلعه كده. تمام. بصوا بدأ يفتح معايا بالشكل ده اهو. اول ما بدأ يفتح معايا هبدأ اخرجه اهو. شايفين؟ تمام اهو كده. تمام. اطلع بقى كل الليمون بتاعي، وطبعا مش هشتغل بالمية دي، هدلق المية دي خالص لان كلها بتبقى مرارة. تمام. حلة بقى فاضية اهي، هنزل فيها بالجزر، عليهم العصفر وحبة البركة. بالنسبة للعصفر انا جبت ب5 جنيه عصفر، عليهم ب2 جنيه حبة البركة. هنزل بمعلقتين هريسة الشطة، وال4 معالق ملح، وربع كوباية الزيت. تشويحة كده، تقليبة كده حلوة، شوحه. تمام. قلنا 4 معالق ملح لو الليمون قاعد عندك، لو مش قاعد عندك هتحطي 3 معالق. هنزل فيهم بالليمون. احنا هنا هنطبخه ليه؟ احنا هتقولوا احنا سلقناه. لا يا جماعة، احنا ما سلقناهوش، احنا حطيناه 5 دقايق بس. كسرنا المرارة بتاعته، كسرنا السم بتاعه 5 دقايق بس وخرجناه. مجرد ما اتفتح هبدأ هنا اقلب كويس تقليبة حلوة. تمام. اغطي عليه وهسيبه هنا. تمام. بدأ يستوي معايا اهو. هعرف انه استوى ازاي؟ انت تمسكي الليمونة كده وتمسكيها بايدك وتشوفيها استوت ولا لسه. الموضوع سهل جدا. تمام. بالنسبة للناس اللي برا مصر الليمون بيبقى عندهم كبير، انا عارفة. هتعملي نفس الطريقة بس هتسوي الليمون بتاعك، ياخد اكتر من الوقت اللي احنا عملناه. يعني بالنسبة لليمون بتاعي ده خد 10 دقايق، من 10 دقايق لربع ساعة. تمام. هتقولي لي طيب انا مش عايزاه سريع، انا عايزاه يقعد عندي شهر على ما يستوي، لان انا مش مستعجله عليه. بالنسبه للموضوع ده مش هتسويه على النار خالص. هتحطي مكونات مع بعضها وتقلبيهم مع الليمون عادي جدا، وتدخليهم في البطرمان وتحطي عليهم زيت وتغطيه وتسيبيه مع نفسه يستوي مع نفسه. انا هنا عبيته في البطرمان زي ما انتم شايفين، انضفه بالشكل ده، وهسيبه 3 ايام بالظبط. مش هفتح عليه غير بعد ال3 ايام، وعلشان طبعا العفونة هحط عليه زيت من فوق الوش، وهقفل الغطا بتاعي كويس اهو بالشكل ده. بعد 3 ايام بالظبط
فتحت عليه بقى معايا مستوي جميل، تاكل كده مفيش حاجة جنبه، عظمة. بتمنى يكون الفيديو بتاعي عجبكم، متنسوناش في اللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.